السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ مريم كوك. نبدأ بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبيباتي. أنا راني ماشي مع الحلويات، أنا راني لهنا مع الطبخ. في الدار عجبتهم بزاف هاد الكراتان تاع الكرنب، وانتوما اعطيوني رايكم حبيباتي في هذه الوصفه هذه اللي راهي قراف بنينه. جيتكم بهذه الطريقه هذه. درتها بالفرديين، واللي يحب يديرها في المول الكبير تاع الكراتان يديرها. ها هي شوفوا كيفاه جات في البنوني، في العسولي، واش نقول لكم، روعه روعه روعه. لهنا انا ذقتها كي وجدتها في الفطور، عجبتهم بالبزاف. قلت انايا وعلاش لا نعطيكم فكره تاع طبق تاع نهار اليوم الفطور، ان شاء الله وتنال اعجابكم وتنال رضاكم. وهذا الطبق تري بريزونطابل حتى للضياف مليح عليهم. شوفوا كيف راني نذوق ونعاود. ما اليوم حطيت لهم ياكلوا وانا راني مع البوطاجي واقفه ونذوق. تالمون عجبتني بالبزاف. نتبعوا حبيباتي الوصفة من بدايتها لنهايتها. هنا بديت مباشرة، درت في المقلة الزيت، لأن نديرو واحد 3 مغارف على مغارف. البصلة تقاشيوها، ما ديوهاش رطبة بزاف ما نطلقلكمش الماء. نذبلها هكذا على نار تكون متوسطة ما تتحرقليش بهذه الطريقة. دوك بعد ما ذبلت لي ضفت صدر تاع الدجاج. اذا كان كبير ديروا نص صدر، واذا كان صغير ديروا صدر كامل، ولا ديروا واش عندكم تحبوا اللحم الخروف. هذه هي. نبقى غير نقلي فيه مع البصله حتى يذبل هكذا بهذه الطريقه. نزيد نروح نكمل. لهنا هزيت رصفه في الحار، نحلو الزريعة هذيك ونقطعو قطع رقيقة هكذا بهذه الطريقة. اللي يحب الحار يدير هكذا، واللي ما يحبش ما يديروش. هي ما جاتنيش حارة بزاف، الفلفل هذا موش حار. هكذا قطعته رقيق بزاف. نزيد لهنا نقشر طماطم، نزيد نقطعها بنفس الطريقة. درت 2 حبات، واذا كانت حبة كبيرة ديروا طماطم كبيرة ديروا حبة برك. واش راكم البنات، مالا راكم مع الكاطو راكم متوجدوا. انا درت في قناتي كوزينتنا دي زاد، وجدت فيها الكاطو تاعي، وان شاء الله يكون عجبكم وجربتوه. جيتكم اللي ما يقدرش يدير الكاطو، هاني حطيت لكم هذاك المربعات. ولي هذا كما تشارك العريان انا ساكري لازم يتحط في مائدة العيد. نكمل لكم الوصفة. هنا درت ضفت الفلفل الحار والطماطم اللي قطعتها معاكم. درت نص مغرفة طماطم مصبرة ولا هريسة، زدت راس الحانوت ولا تحبوا بهار الدجاج، ملح وفلفل كحل، وهذا ثوم بودرة قسم مغرفة صغيرة. واللي عنده ثوم فري يعني تاع الحب يدير واحد 3 سنات. نبقى نقلب هكذا، وهي هذه المرة راني نطيب على نار قليلة بطيب لي الطماطم هذيك والفلفل، ونغطيهم هكذا. نزيد المعدنوس، مرة على مرة هكذا نقلب باهي كلشي يطيب مع بعضاه. لهنا ما ضفتش لا ما لا والو، غير البصلة والسكالوباشي ولي زيبيس والطماطم والفلفل. دوكا ضفت الماء قيس كاس تاع 220 مليلتر هكذا. نحتاج المرق من بعد انا باه نكمل بيه، وفي نفس الوقت طيب لي هذا ليسكالوباش. نروحوا للكرومب نتاعي اللي هنا ما صورتوش في الاول. نحيدو هذاك القعمره اللي جايه في النص وحطيته غلالي طاب لي يعني نص طياب.
لازم يطيبش بزاف باه ما يطيح لكمش الكرنب. ها هو خليته كتر لي مليح، ودركا ها مالغري قد ما كتر ومازال فيه الماء. دوكا نحيه هكذا، فركته من بعضها الاوراق. راكم شايفين الطياب تاعو كيفاه جاي، كيما يقولوها كي تشوف العين تطلق الصبيط. هكذا نروح نرجع للمقله تاعي. هاي المرقه ديجا شربت شويه، نزيد لاكان فريش تاع الطبخ. لهنا درت قيس فنجان تاع قهوه، وندير لهنا كيما قلت لكم راني منقصه للنار. انا نحتاج دوكا المرق، كلشي طابلي، لازم نحتاج شويه مرق. وفي نفس الوقت قشرت البطاطا قطعتها هكذا دوائر، هاي تتقلالي. ودركا نروحو للكرنب، نحيلو هذا اللي في النص، راهو مش طايب. الاوراق طابو بصح هذا مش طايب، لازم نحيه. الطاجين تاعي هذا قلت لكم درتو انديفيديال، دهنتو بالسمن، ودوكا نفرش الكرنب نتاعي بهذه الطريقه. انا كلشي طيبت، شفتو الفيونداشي طابلي، والمقله تاع البطاطا شفتوها طابت. دركا ندير المونتاج. لهنا درت طبقه اولى كما راكم شايفين، هكذا نستفو مليح. نزيد من فوق ندير فرماج اشي او رابي، فرماج اللي تحبوه، هو الذوق تاعكم. وندير الطبقه الاخيره تاع البطاطا هكذا، نغطي بالكرنب اللي درتو على الحواشي هكذا. هكذا نغطيها مليح. وهذاك المرق تاع اللي كان في المقله درتو من فوق تاع فوق الكرنب هكذا. نسقيه باكي نحطه في الفرن ما يتحرقليش. هكذا هذه هي الطريقه. ونجيب البلاطو. انا درت قبل الطواجن الاولين، هذاك الاخر ها هو ستفتهم مع بعضهم جاوني 6. درت في البلاطو الماء وحطيته في الفور يطيب لي، يطيب واحد نص ساعة. يطيب لكم كلشي في بعضه، يزيد تطيب الكرنب مليح على بالكم ونص طياب، ويذوب الفرماج، ويجي واحد البلا روعة. دوك كي يطيب لي هاني كي طاب، قلت لكم كي يطيب لي كي طاب لي هاني قلبته، شوفوا كيفاه طاب لي. دوكا نقطعو امامكم. هنا كي يذن المغرب جبدتو من الفور، ها هو دوكا نزينو هكذا غير بالمعدنوس. وش يبقى لي غير نذوقو. يذن المغرب وكسرت الصيام، هاني لهنا راني نكمل نصور وراح نذوق امامكم كيفاه جاني. انا عجبني وعجبهم عجبتهم العائله، وقلت خلاص هذا كي نحطه في القناه تاعي نكون ضامنه المشتركين والجدد والقدم
ان شاء الله تشوفوه وتجربوه. راهو قراف بنين، ما عندوش يخصو. الكرنب طاب الله الله، كي الزبدة. الفيونداشي جا واحد البنة فيه ولا أروع، مع الفرماج مع البطاطا الله الله، جا مشخشخ ومفرمج ولا أروع. نتمنى لكم رمضان، تقبل الله صيامكم وقيامكم، ومع السلامة حبيباتي في فيديو آخر إن شاء الله.